خطيره دي. نوادر. دي حاجه خطيره من النوادر. نوادر يا غالي. منور الدنيا والله. دي نوادر سوق الجمعه. ما شاء الله. طاووس الهند اهو يا جماعه ما شاء الله. اليمام ده برضه من النوادر. ده يمام. هيجي. ايوه هتجيبه. هو فين ما شاء الله هيجيبه. الولد تركي اهو. والشرياصه اهو. والعسكايه اهي. يا احمد قول لهم الاشتراك من عندي. الحلقة الأخيرة من مسلسل نرقص بالعربي الموسم الأول، والمسلسل اللي أنا اتكلمت فيه كتير قبل كده، قلت ربنا يسترها بقى أنا هنزله وخلاص، بس أنا داخل أتكلم عن أسرار وخفايا سوق الجمعة وما وراء الستاير والحيوانات الأليفة وغير الأليفة اللي بتنزل السوق بكل أنواعها. حرفيا أنا مش هسيب نملة يا جدعان، حتى اللي ممنوع تصويره وبأسعارها، ومشاكل مع التجار في السوق والدنيا هناك ماشية ازاي، وايه الحيوانات الممنوعة واللي ممنوع حتى تصويرها وبتتواجد في السوق بس ممنوع حد يصورها، وهل بتعوز ورق ولا لأ من الحيوانات طبعا اللي هي غير أليفة شوية. وانا قلت لكم انا هطلع عارضها معاكم لأول مرة، تمام، واللي يحصل بقى، واكشف لكم اسرار كتير وخفايا كتير من سوق الجمعة بالسيدة عيشة بالقاهرة، واسرار هتعرض لأول مرة. للأسف الموسم بتاعنا الأول الحلقة الأخيرة منه النهاردة، بس أوعدكم إن شاء الله في الموسم الثاني هتشوفوا حلقات قوية جدا وأسرار صعبة جدا تكشف لأول مرة أمام الكاميرا. المهم في حلقة النهاردة بقى الختامية، جولة مثيرة جدا جدا من سوق الجمعة بالحيوانات الغريبة والحيوانات الأليفة برضو، شوية أسرار وخفايا من سوق الجمعة. وقبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتأكدوا من تفعيل زر تلقي كل الإشعارات الخاصة بالقناة، ولايك وشير وكومنت جميل، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. وصحيح هنتكلم عن أسعار أشبال الأسود والحيوانات المفترسة النهاردة لأول مرة، وبينا نتوكل على الله. بسم الله يا جميل. السلام عليكم ورحمة الله اخواتنا وحبايبنا في كل مكان، وحشتوني جدا. النهارده ان شاء الله معاكم في حلقة أسطورية بفضل الله تعالى من سوق جمعة بالسيدة عائشة. شوفوا فيها كمية حيوانات يعني حاجة ما شاء الله توب التوب. يا رب بإذن الله تعجبكم، ولو الحلقة دي عدت 1500 لايك اوزع حيوانات بإذن الله تعالى على 5 أشخاص يعني من اخواتي اللي على دماغي عندي على القناة. وإذا جابت 3000 لايك وكتاب الله هوزع 15 هدية حيوانات مجانية. مش هطول على حضراتكم عشان نتفرج على باقي المزارع اللي معانا النهارده باذن الله في الحلقه. طبعا زي ما شفنا احنا هنا ان شاء الله دلوقتي في اللحظه دي بنصور من مزرعه اخونا فارس اخو استاذ اسلام ناصر. المزرعه ما شاء الله توب التوب، فيها جميع انواع الصقور والطيور الجارحه بفضل الله تعالى. معاك من صقر الشرياص لحد العقاب زي ما حضراتكم شايفين. العقاب اللي معانا ده اللي هو بنشوفه مع الممثلين مؤخرا اللي بقوا يحبوا يقتنوه بفضل الله تعالى، وحاجه ما شاء الله. وده الاكل بتاعه بيكون اللي هو سمان وكتاكيت وحمام ويمام ولحوم فراخ، ممكن يتحمل ياكل مره كل يومين او كل 3 ايام. ومن المميزات بتاعته ان هو بيتدرب التدهيل انه ياخد عليك ويطير ويجي تاني، وملواح وتدريب صيد، ومن اضخم انواع الجوارح اللي موجوده في السوق، وحاجه ما شاء الله. اما بقى في مزرعتنا اللي جايه فمزرعة أبو ناصر، وأفرجكم على تشكيلة جامدة جدا، وهنلف على أغلب المزارع اللي موجودة في السوق إن شاء الله في حلقة النهاردة. أخويا الحمد لله، أحلى مسا على الإسلام وعلى القناة كلها. الله يبارك لك. منور الدنيا. اسمك إيه؟ اسمي حسن. نورتني يا قلبي، نورتنا يا رجولة. باشا مصر أبو حميد منور الكوكب بحاله. حلقة قوية جدا بفضل الله مزرعة أبو ناصر. قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتأكدوا من تفعيل زر تلقي كل الإشعارات الخاصة بالقناة. لايك وشير لو بيعجبك محتوانا، وباذن الله جوله ضرب نار. معانا ايه النهارده يا ابو حميد؟ مسيح. ممكن نتفرج عليها البخور؟ وطبعا التمساح النيلي من الحيوانات اللي مفيش اسهل من تربيتها، بياكل سمك ولحوم فراخ وفي شاش وكبده والكلام ده، بس لازم تحطه في حوض جزء ميه وجزء يابس. ولما سالت ابو ناصر عن تربيه العجبان للمبتدئين هل تنفع ولا لا، فكان رده انا غلبت تعبت وقاص ايدك في ايدي 50 رقم على الواتساب كده. عايز اربي عقاب، طفل ما عندوش 10 سنين عايز اربي عقاب.
ما تنصحش بكده. صح. نحطها شرياز. نحطها تبقى حلو. ايوه ماشي. يعني الطفل اللي هيبدا يبدا بشرياز. يبدا بشرياز، ما يبتديش يعني الناس الكبيره بتبتدي بشرياز، ما يبقاش طفل عنده 10 سنين 15 سنه وعايز عقاب، عايز يبتدي يبهدله. يعني العقاب اللي احنا لسه شايفينه ده ما نفسه ينفعش. هيبهدل الطفل. هتطلع دلوقتي. الله ينور عليك يا اخويا. تحب تضيف لنا اي حاجه ثانيه؟ ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك يا اخواتي، وتتاكدوا من تفعيل زر التنبيه كل شيء خاص بالقناه. لايك وشير لو عجبك محتوانا. عامله كام البوم وعجل قلب النهارده؟ 350 جنيه بس عند ابو ناصر. الله يبارك يا غالي. ده تعبان ابو السور يا اخواتي، اشهر انواع التعابين اللي بتتباع في سوق جمعه الغير سامه. تابعوا كل جديد على قناه بيت الزواحف على اليوتيوب بالاسعار ورقم التليفون ان شاء الله. بخير ما شاء الله. وهنا يا اخويا دي الانافذ. لهم كده ابو شوف. بياكل ايه بقى؟ ده بياكل دراي فود، حشرات، قطع لحوم، اي حاجه بياكلها. عامل كام يا مدير؟ ده عامل 150. الله ينور. سوق جمعه. الله اكبر على الحيوانات اللي هتشوفها النهارده، الحيوانات الجديده باذن الله في السوق. ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتاكدوا من تفعيل زر التنبيه. لايك وشير لو بيعجبكم محتوانا يا اخواتي، وبعدين جوله اسطوريه باذن الله. فماذا؟ السلام يا جدعان. وزع عليها كمان شويه ان شاء الله. حبيبي ضحي. وجت لحظة الصفر بينا على أفخم مزارع المحنطات والحيوانات البرية في السوق، ونبتدي بسم الله بحيوان الجربوع. حيوان من الحيوانات النادرة، حيوان ما شاء الله تبارك الله، بياكل قمح والحاجات اللي زي كده، ومشهور برجليه رفيعين أوي ونطاته كده جميلة. حيوان الصحراء حاجة ما شاء الله تبارك الله. وهنا هتلاقوا النوادر بفضل الله تعالى، وبرضه الحيوانات الأليفة زي القطط المشمشية والكلام من ده. وأفرجكم على كل المحل بأمر الله تعالى، عصافير كوكتيل، طيور الزينة. بس 5 كده ونرجع تاني. دي العصافير الاسترالي، خليكم معانا عشان في حاجة عايز ألحق أصورها ومش هينفع نفوتها. وهنرجع لأخونا تاني. أسعار بقى الحيوانات المفترسة من أسماك الزينة موجود في السوق، وأفرجك دلوقتي يا زوب هنا. بسم الله توكلنا على الله. اعلى حاجه بكام؟ اقل حاجه ب5 جنيه. المكان يا جماعه اول سوق السمك. طرد بقى ما شاء الله كل الالوان. الله اكبر. الاسعار بتبدا من كام يا كبير؟ بتبدا من 25 جنيه. الله اكبر عليك يا عالمي ما شاء الله. وحرفيا طول ما انت ماشي في السوق التعابين جنب منك يمين وشمال يا اخويا. اكتر حاجه بتتباع في الزواحف ليه بقى؟ افاعي زينه، حاجات مش مسممه. مش كل التعابين اللي بتتباع في سوق الجمعه بيبقى فيها سم يا اخويا. وبتاكل فيران تجارب وسحالي او ابراس مره كل اسبوع، 10 ايام 15 يوم، ممكن يتحمل لحد شهر. وسيب له علبه ميه في الحوض بتاعه شكرا كده، وبعده عن الشمس مباشره وهواء البارد. يقول لك باكل بيض والكلام ده، وخرم له بيضه وهياكل اللي فيها، بيضحك عليك ما تاخدش منه. النوع ده اخره 140 متر سنتي، واكبر حاجه في مصر عندنا اخرها 2 متر ونص. والقنفذ برضه مغرق سوق جمعه، وفي ناس كتير بتحب تربيه عشان بياكل عقارب التعابين السامه، ولو عضوه ما بيتاثرش بالسم بتاعها سبحان الله. ممكن ياكل دراي فود بتاع القطط والكلاب في الاسرع عادي. وفي عندك فروخ الصقور بقى اللي الناس بتعشقها عشان تجيب السلمون من وهو صغير فيطلع واخد عليها. وبتاكل لحوم فراخ ني، سمان، حمام، يمام، كتاكيت شغال. كمان هتلاقي في السوق الطاووس، واللي بياكل علف بياض وعلف تسمين موجود. لو مصر بكل الوانه، وده اكله العيش واللب وكده. اخواتي اللي كانوا رابطين معايا الحزام من اول الرحله جازوا دلوقتي، عشان بفضل الله داخلين على ضرب النار، النعام بقى والنسانيس والحاجات التقيله. يلا يا اخويا اتفرج وقيس واسمع. رابط تولد؟ لا معاه شهرين ان شاء الله. شهرين. عامله تقوم بالسلامه يا رب. عامله كام؟ ان شاء الله. انا بس يا رب تولد قيصري بس. ما يطلعش يعني لو هيطلع يبقى بكام؟ 7000 بالنار هنا فوق. ده يا عم سيد ده سارة حوام، ودول سور شرياز. هنا الحمام بيبدا الفرد من 70 جنيه. عندي هولس شربنادي، عندي ماني كينج، عندي عنبرة كشتان، في جمعيات، في سلاحف، في فراخ سيل. فرجنا على السلاحف كده بعد اذنك. انا بصوا السلاحف عامله ازاي حجمها ما شاء الله وهي صغيره. ب 180 عند سيد ابو قلب. 180. اللي يصلي على النبي يكسب. الله ينور.
ده بقى عم سيد ده حجازي. حجازي ما شاء الله. اعلى من الهندي. الله ينور عليك. بلوزه قرب عليه كده ما فيهوش عرف. بص يا جماعه الصغيره خالص دي ب 150. دي السلاله جبناها من فرنسا وفرخناها عندنا. عامله كام سح؟ اللي عنده من ده معلش نزل ده كده شيل برضه في الفيديو. دول يا جماعه معايا شغل معلش. بعد اذنك عسل يا عسل. بصوا يا جماعه ما شاء الله طولها قد ايه يا عم سيد؟ دي متر وربع. متر وربع. صلى على النبي يمشي. بصوا يا جماعه نوادر ما تشوف حاجه زي كده في سوق الجمعه. بصوا اهل سوق الجمعه بيتفرجوا على السوق. حبيبي يا داود. بس ايه مش متبلستره، البق مفتوح. علف حمام وبرسيم وخضر. الله اكبر ما شاء الله. ماسك عينه ايه؟ عامله كام يا غالي؟ عامله كام؟ عامله كام دي يا مدير؟ ماسك ده جرويه هاسكي. ايه ده؟ الله اكبر ما شاء الله. قول له عامله كام يا اخويا؟ عامله كام؟ يعني عندنا حاجات بتبدا من اول 800 جنيه ما شاء الله. الله اكبر عليك يا زي ما غالي. انت ما عايز اقوى شغل واقوى مستويات. اللي انت عايزه. على راسك منور الدنيا والله وحشني. انك نورتوا الدنيا جميعا. الله يخليك على راسك. الله يبارك يا عم حنا منور الدنيا والله. دايما انا كبير مبسوط اني شفتك والله. قد الدنيا كبير يا داودي. 1000 جنيه ما شاء الله. هسيب لكم رقم التليفون بتاع عم حنا انا طبعا عندي على التليفون. ما شاء الله. الجمانه دي عامله كام يا كبير؟ 6000. الله ينور يا كبير. في بولي البولي دي عامله كام يا كبير؟ 2000 جنيه. 5000 جنيه. وهنا عامله كام الحاجه دي يا غالي؟ انواعهم ايه بقى؟ فرنش بوزوك وبط. ما شاء الله. الحته ب 1000 ما شاء الله. كل اي حاجه السوق بصور مع شربتها سهله وجميله. هنا فراخ الوادي. يا عم انت بتعرض وبتنزل على الصفحه بتاعتك. هنا فراخ الوادي. صورتها الدجاج الفرعوني. الله يبارك لك. اكلها ايه بقى يا كبير؟ اكلها علف وذره برضه. جميع انواع الكلاب. هنا برضو انواع تانية من قطط اهي. في طبعا هنا غربانه اهي. الراجل على الغربان برضو هنا فراخ الميه. جعفر طلع لنا واحده. برضو لسه ما خلصناش ما شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. الله اكبر. بوم الكذب. وهنا في الحدايات زي ما حضراتكم شايفين كده. وصار كويه بقى كل لحوم الفراخ برضو. هي مش حدايه. صقر كوهيه. ناكل لحوم الفراخ برضو والكوارث والكلام ده. بياكل كتاكيت. بصوا بقى الغراب هو متكلم اهو. بيتكلم يا جماعه. يعني ما حدش يستقبل حاجه زي كده. باشا مصر اللي شرف لنا والله العظيم ظهوره. الله يبارك. منور الدنيا يا غالي. الله يحفظك يا كبير. نوادر يا غالي. منور الدنيا والله. دي نوادر سوق الجمعه. طاووس. طاووس الهند اهو يا جماعه ما شاء الله. اليمام ده برضه من النوادر. ده يمام. رويال واربع جيرمان. اسعار الكلاب الزينه بتبدا من 800 جنيه بس يا جماعه. عروض حصريه. عرضه جري. الله اكبر. اخواتنا ومتابعينا في كل مكان في الوطن العربي منورين الدنيا. اهلنا وناسنا واحنا اللي بفضل الله بنتعب عشان خاطر نوصل لحضراتكم. بندق باشا منور الدنيا يا غالي. اخويا الغالي اقوى فراشات الزواحف والسير في سوق جمعه. منور الدنيا جميل. قبل ما نبدا الحلقه مع اخويا بندق ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك. نذكروا من تفعيل زر اشتراك كل ساعات الخاصه بالقناه. لايك وشير لو بيعجبك محتوانا. وهنتفرج على الحلقات الموجوده النهارده في السوق بالاسعار وارقام التواصل. بسم الله. منور الدنيا كبير. ناخد ايه يا غالي؟ اهل بيت الزواحف. نورينا رجاله. 1000 ونص. في معاه تمساح ميل اهو يا جماعه. هات تمساح بندق صح كده؟ وديك عامله 200. 200. وهي
كويس. والوكري؟ والوكري ده وكري جزائري عامل 3000 ان شاء الله. الحاجات دي بتاعت السور ده ب 250. في صوابيع؟ في صوابيع ب 35 صوابيع اهي. الله ينور. في وكرة؟ الوكري بكرة بتاع الصقر اللي انا اسف البرقع. البرقع يا جماعه. قناته قويه هيعيش معاك كويس. لو اكلت اكل زياده عن حق مش هيجي معاك ده. ممكن ولا هيتصاب. لا ما يموتش من الاكل الزياده. يتخن في نفس الوقت ايه اللياقه بتاعته مش تبقى قد كده ومش هيعرف يطير كويس. يعني اقروا زودوا معارفكم واتفرجوا على فيديوهاتنا القديمه برضه ودعمونا. الاسلام علشان هو بيقدم محتوى جيد. الله يبارك لك. انت اخويا. الجديد شديد عند اسلام كرم. الله يبارك لك يا اخويا. في برضه مايس تاكيل جرام بتتباع 35 والغزلان بالجزء 25. الله يبارك لك. نورت الدنيا يا عمو. بصوا يا جماعه انا حطيت على العنوان نفسه في الحلقه ان انا هتكلم عن اسعار بفضل الله الاشبال وكده، فاتكلمت على فكره ما حبيتش اخليها يعني نستنى لحلقه المزرعه. اما دلوقتي فانا هحكي لكم تفاصيل معرض وقت الزواحف الرابع واخر معرض احنا عملناه بفضل الله، والمكايد بتاعت الاخصام ونجاح ربنا وتوفيقه بفضل الله وقفته معانا زي كل مره. انت يا بنت عايزين سوا يا بنت، انت يا بنت. لا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتاكدوا من تفعيل زر ترك كل الاشعارات الخاصه بالقناه، لايك وشير وكومنت جميل، ودايما هنوريكم التقيل بفضل الله. تعال سوا يلا يلا بينا عشان نصور عسل. ايه قررت رجوع واسلام كرم ناوي يرجع والرجع فجع في معرض وقت الزواحف الرابع. رجعت من الاعتزال. يلا بينا. وطبعا لما حكيت لكم ان كان في ناس كتير جدا متضايقه من الموضوع انت فاهم، وازاي اسلام هيسيب حوار المعارض، فجه في دماغي ان انا هعمل معرض وقت الزواحف الرابع. وبدأنا ونقول بسم الله. يلا بينا. نامي هنغطيها اهو ونكمل احنا تمام كده. يلا نام كهف اهو. اغطيهم بهدوم على الطلب، مرتب الهدوم بتاعتي ها ما فرقش معايا، اهم حاجه الحيوان يتدفى. انا مش باجي على حاجه في الدنيا دي، خسرت كل اللي اتخسر. دول عيالي دول عيالي اوكي. انا عايش عشان عيالي، لكن انا اقول لك كلمتين. اها اهم حاجه تبقى متدفيه 100%. تعالوا نكمل. رجعت واعلنت عن معرض وقت الزواحف الرابع، والكل كان شايف وشاهد وسامع فاهمني. بدأنا نعتمد ونتوكل على الله يلا بينا. وبالفعل رجعت اكلم التجار ورجعت اكلم المربين والهواة على معرض وقت الزواحف الرابع، ورحت خلصت التصاريح والورق علشان خاطر نعمل المعرض. قررت ساعتها ان انا اعملها في حديقه عرب المحمدي اللي عملت فيها معرض وقت الزواحف الثالث اللي هي في العباسيه. خلصت الورق والتصاريح والدنيا جميله فاهم. واتفقت مع كذا حد انه يجي وتمام يجي قبل المعرض. طبعا امنت نفسي زي كل مره ورحت جبت حيوانات. ساعتها كنت مدي والدتي مبلغ كان حركة 6000 جنيه او 5 حاجه زي كده. كان من فلوس التجاره وفلوس اشتغلت بيها. وجي وقت المعرض خدتهم من والدتي تاني بعد ما كنت مديهم لها، وقلت لها عشان هعمل معرض وعايز امن نفسي عشان محدش يقل معايا، عشان كان في ناس في معرض قبل كده قالت لي هنزل لك معرض وبتاع وافرش لك وما كانتش بتيجي تمام، وكان بتحطني في موقف صعب مع الناس. يلا بينا. فبعد كده الدنيا مشيت والحمد لله، اعتمدت وتوكلت على الله، بدأت أجهز دنيتي. ده انتوا ليلة ابوكوا سودا. طبعا أنا في دماغي لما باجي أعمل معارض كنت بعلن عنها قبلها ب4 شهور وعلى نفس الطريقة التسويقية بتاعتي اللي هو أنا إيه اللهم صل على سيدنا محمد، كل مرة أجيب ناس أجدد من المرة اللي قبلها. كنت بصطاد وقت العصافير وقت أسماك الزينة، الأسامي التقيلة في أي مجال عشان بحيث إيه أكسبهم برضو معايا في صفي واللي وراهم يجيني ويشرفني في المعرض. كنت بعمل لهم دعوات واستاذنهم ينزلوها على صفحاتهم
كانوا بينزلوها، وده كان شرف كبير جدا ليا. ساعتها انا كنت صغير في السن يا جدعان، فاهم؟ فلما تلاقي حد كبير في السن وتقيل في مجاله ونزل لك انك انت ده اي حاجه كبيره قوي، فاهم؟ تلف الاحداث ويجي قبل المعرض كان في اسم كبير جدا من التجار، حد كلمني قال لي ازاي انت فوتت انك انت ما دعيتش الشخص ده. والشخص ده كان نفس الشخص اللي هو قبل كده سلط عليا حد يعمل معاه مشكله، كان هو اللي زقه عليا، وكان متضايق مني ان انا بنافسه في التجاره. فانا قلت له يعني رغم اللي حصل القصه والحكايه والروايه، ده كان بينا عداوه وخلاف ومش عارف ايه. طبعا كنت قلت لكم قبل كده هو كان متضايق ان انا ببيع حيوانات وبنافسه، وشايفني ببوظ له شغله عشان ببيع باقل منه، مع ان الارزاق على الله. فخلى حد يعمل معاه مشكله وسلطوا عليا عشان خاطر ينطرني من السوق خالص. ولكن لما اقترح عليا حد الموضوع، فانا خلاص اللي فات مات، وكنت عايز ابدا صفحه جديده واعتمد على الله واتوكل ونبدا ونشتغل والحكايه والروايه. فكلمت واحد صاحبي فجس نبضه، فقال له ازاي؟ قال له طب انا هاجي ازاي وهو اسلام ما دعانيش؟ انت بتسال اسئله غير منطقيه. فنفس الشخص. فبعد ما قال لي الكلام ده، فرحت انا بعت له رساله، قلت له عايزك تشرفني وتنورني والحكايه والروايه. فبعت لي على الرساله ديسلايك، ما ردش عليا. فانا اتضايقت ليه بتعمل كده ومش عارف ايه وبتاع. يعني او بعت لي حد عشان انا يقول له خلي اسلام يدعيني، وبعد ما رحت له ما رضيش يرد عليا، انت فاهم؟ فبعد كده استفزني وعمل معاه مشكله وشتمني وغلط فيا واهني ومش عارف ايه، وانت اصلك كذا واصلك مش عارف ايه. الكلام طبعا ضايقني، انت فاهم؟ انت ايه؟ في غلطه غلطتها ساعتها، صغير في السن، انت فاهم؟ كان بيحاول يوقعني ويوقع معرضي، بس انا ما كنتش واخد بالي ان من كتر ما استفزني انا رديت عليه طبعا. يعني ساعتها ما كنتش براعي فرق السن ولا كلام من ده، انا بحترمه لاخر لحظه. بس طالما انت خبطت فيا وتخبيط جامد، لا انا يعني لا ستوب، فاهم؟ لو ان سنك ده لنفسك في البطاقه، لكن من غير ما تغلط فيا، فاهمني؟ او تهني او تهين اهلي. فرديت عليه بس بكل ادب واحترام من غير غرض كبير برضه. فخد الكلام ونزله على صفحته وقال عليها كلام وحش. ساعتها شفت اصدقائي اللي كانوا معايا في التيم في معرض اللي انا عملته الاولاني هو الزواحف في الاول. الناس اللي كانت معايا اللي انا واخدهم في تيمي كنت بطلعهم اكتر مني في الفيديوهات، جم في صفه، وفي اللي شتمني بامي وقال لك مجال مش كويس، الفرخه بقت تنطح في الصقر عليا انا، يعني اللي انا كنت واخده في التيم بتاعي. واغلب المجال جه في صفه عشان هو تاجر كبير وليه اسمه، فاهم؟ وجم عليا مع انه كان غلط فيا، فاهمني؟ ما لقيتش ولا واحد في صفه. يلا بينا. فانا رديت عليه. اللعبه اللي اتعملت ان هو لما الناس اتفرجت بقى ان احنا بنشتم في بعض ونغلط في بعض، واحد كتب لي رساله قال لي طب انا كنت جاي بعيالي مثلا، اجي لك ازاي بعد اللي حصل ده؟ وارد انتوا تمسكوا في بعض ولا يحصل مشكله. ففي ناس كتير ما جاتش بسبب الحوار ده. وتاني حاجه في اغلب الهواة انحازوا له، فدي كانت ضربه كده، انت فاهم؟ تحت الحزام اداني، وانا كنت صغير لسه مش فاهم. ورغم ذلك ما كنتش حاجة غير يا دوب منافق، ما كنتش حاجة غير يا دوب منافق. كملت وعملت المعرض. وقف معايا ساعتها استاذ رامي الدشتي، كان عنده ابنه في الحضانه. كانت المدام لسه بتولد. عايز اقول لك من الحاجات اللي عمري ما انساها له، ساب الجماعه، خلى حد مع الجماعه في المستشفى وجاني بحيوانات. اخويا السكندري حمل لي عربيه من اسكندريه وجالي بحيوانات غير الحيوانات اللي انا كنت جايبها. جاني سامي الصياد، جاني احمد الحاوي. واحمد جاني بسبب انه انا كنت اول مره اعرف احمد الحاوي على فكره، بس عشان خاطر عرف بنجاح المعرض اللي قبل منه، لكن ما كناش نعرف بعض، فاهم؟ جاني مجموعه كبيره قوي من الهواه. ورغم ذلك برضه في ناس كتير كنت متفق معاها وكرتت، انت فاهمني؟ وانحازت للشخص اللي انا اتكلمت عنه. منهم حد كلفني اعمل له حوار واجهزها له واعمل واسوي، فاهم؟ وبعد ما عملتها له كنت بعمل غطيان ازاز للعلب اللي هي زي كده، وكنت بقول له علبك عندي، فاهم؟ هات امتحاناتك وحطها بس لكن معرض، يعني انت فاهم؟ فالمعلم جه على في نفس يوم المعرض وقال انا مش جاي، بس كان محترم ورد عليا. لكن عشان في ناس كتير بتيجي ساعتها بتقول لك ايه، تقول لك عشان في ناس ساعات بتيجي تقول لك ايه، تقول لك
يعني بتيجي في يوم المعرض تروح قافله التليفون. فده كان محترم انه عرفني انه مش جاي عشان الحق اتصرف، فاهم. يلا بينا. مصيبه بقى اللي انت فاهم ان ساعتها جاني تحذير ساعتها ان في حد مبلغ عني وان انا لازم امشي بالحيوانات، عشان للاسف عندنا في مصر الناس بتشدد جدا على موضوع الحيوانات. لازم يبقى معاك تصريح، انت فاهم، لازم تصريح بقى عشان خاطر انك انت تعمل معرض. ومع ان انا كان معايا تصريح، فاهمني، انا كان معايا التصريح بتاعي والدنيا جميله، انا بحب مصر جدا وعمل تصريح. فمن الناس اللي اتلككت ساعتها وقالوا لي مش هينفع نيجي عشان خاطر احنا ما تحطناش مع حد من البيئه يجي يسالنا ولا حكومه ولا انك انت مش معاك رخصه باقتناء الحيوانات نفسها. وساعتها ما كانش في حد بيعمل حاجه زي كده في مصر، فاهمني. طب ما انت كده بتضربني في مقتل، يبقى انا كده الغي المعرض خالص. انت معاك ترخيص انك تعمل المكان في جنينه وتحط حاجتك في مكان وتقف على ارض خصبه، لكن انت معكش تصريح انك تمتلك الحاجه. فعشان كده دي من اكتر الحاجات اللي مصعبه الدنيا على الهواة في مصر، ان مفيش تصاريح. بس في سؤال نسالك، ليه بتعمل كده؟ ليه بتبيع كذا؟ ليه بتجيب كذا؟ انت فاهم. واسم امي وابوه واخواتي ونسواني وعمامي. فقلت له حبيبي مش عايز تيجي ما تجيش. كان معايا برضه العسال ساعتها، فاكر لما حكيت له الحوار ده قلت له ممكن لا قدر الله يحصل حاجه والحيوانات تتاخد او لا قدر الله فيها حبسه مثلا. قال لي بقول لك ايه، خليها على الله، احنا هدفنا ان احنا نفرح الناس كانت بتيجي تتصور في المعارض بتاعتي وكده يعني. قال لي وبص لو لا قدر الله دخلنا نبقى نشوف هنطلع ازاي. فما سابنيش في اخر لحظه، فاهم. فكلمه كبيره قوي يعني، معاك على المره والحلو، فاهم. فده من الناس اللي بكن له كل احترام، ومن الناس اللي ما سابتنيش في عز شدتي، فاهم. وعايز اقول لك انا لولا الاسامي اللي ذكرتها المعرض كان هيبوظ. وكان معايا صديقي ساعتها اللي انا بدات معاه الهوايه، عبد الرحمن سليم. في مشكله بقى كنا بنتعرض لها، ان هي اغلب اللي بيجي المعرض من معارفي من حبايبي من صحابي بيبقى عايز يخش محبه، نعرف اسلام كده مش هيخلينا ادفع فلوس ومش عارف ايه وبتاع، وده بيحطنا في مصايب، انت فاهم. العشم كتير. طب انا اغلب اللي جاي انا عارفني اصلا، انت فاهم. طب انتوا كده مش هتدفع حاجه، فكشغل ده ما بيمشيش، انت فاهمني. ليه انت كده بتيجي عليها بس انت مش واخد بالك، فاهمني. هتدفع هوريك اللي ما شفتوش. مادام هتدفع، انما ببلاش ده انا ما اعرفش حاجه اسمها ببلاش. وده حصل معايا في المعرض اللي قبل منه، عشان كده ما جابش فلوس. كان مكسبي فيه صفر بجد، ما طلعليش فيه جنيه، فاهم. ف بسبب الحوار ده كان لازم نتصرف، فاهم. عشان خاطر انا كنت ساعتها جايب فراشه وفي ناس واخده فلوس عشان خاطر انها تعمل لي فراشه وتغطي الدنيا عشان الناس اللي جايه. والفراشه انا ما كنتش عارف اجيبها ازاي، بالصدفه عرفت في الاخر هناك حد في العباسيه بيعمل فراشات وكلام من ده، ودخلناها عمل في الحديقه الفراشه، وكان يوم جميل جدا. عايز اقول لك بسبب ان انا ما كنتش عارف الاسعار بقى المتوسطات وكده بتاعت الفراشه، اتلفت. دفعت 4000 من كام؟ من 6 سنين عشان خاطر ايه يجوا يعملوا لي فراشه صغيره، فاهم. فكان مبلغ ساعتها كنت واخد كشاف فيه. فانت عايز تلم ده وده. وانا كنت موعد الشباب اللي معايا ان هيبقى لهم اجر وادي لهم فلوس، فاهم. وكنت حابب اعمل كده. كان معايا شباب جدعان جدا، اذكرهم الاسامي واحد، مصطفى عز، احمد مصطفى، زياد سامح، اياد ميهوب. الرجاله كانت معايا برضو في الطاقم القديم، كان معايا ناس كتير، خالد محمد اللي شال معايا الليله، ابو حمزه، جاني حتى اصدقاء معايا في الجامعه ومعايا في الحياه. وعشان احل المعضله بتاعت التذاكر دي جبت قريبي اللي هيكمل معايا المشوار في الجاي كله، تمام. وهيكون هو اللي هيعمل معاه مسلسل ناركوس الحقيقي، فاهم. اللهم صل على سيدنا محمد. فده اللي دار وكده. المعرض جاب نفس الفلوس اللي انا رميتها فيه، عرفت اشدد الشباب اجر زي ما انا كنت واعدهم. مع اني كنت قايل لهم ان الشغل وكلام من ده. فاكر في حد خبطت فيه كده ما كانش بيعمل شغله، فقلت له بقول لك ايه، انا جايبك هنا شغل ومش عارف ايه وبتاع. قال لي اسلام استنى، قال لي انا جاي عشان خاطر اسلام بساعده، لكن انا مش هاخد فلوس. ولما المعرض باظ في الاخر ما طلعتش فلوس كنت محروق منه جدا. قلت له معلش يا اخويا انا اسف،
قلت لهم يا اخواتي جميعا المعرض ما جابش، انا كنت عايز امن الفلوس اللي خدتها منهم ارجع حلقه بس فاعذروني وحكوا عليا، كنت عايز اديهم فلوس كان معايا من انا اجيب. كان احمد مصطفى زياده ولما احنا فرحنا واتبسطنا واتجمعنا، بس كان في نيتي ده بس ما قدرتش ساعتها، انت فاهم. رجعت فلوس لامي. انا كنت عامل المعرض ده عشان خاطر ارد على شخص معين اللي هو التاجر ده اللي كان بيسلط عليا ناس زمان وعمل معاه الموقف الاخير ده، وعملته ردا عليه عشان كان قال لي انت ولا حاجه ومالكش لازمه وانت مين وانت مأمل ومعفن ومالكش عايزه في المجال، فكنت عايز ارد عليه. في كلمه امي قالتها لي ساعتها، قالت لي لو انت شايف ان انتصارك، لا انا ما طلعتش فلوس بس مبسوط عشان رديت عليه واثبتت لنفسي. قالت لي لو انت شايف ان ردك عليه انتصار وانت كده مبسوط احنا فرحانين لك، بس يا ريت تقفل الباب بقى لحد هنا. يلا بينا. المعرض ده الوحيد كان طالع لي فيه مكسب 100 جنيه بالظبط، وقفلت الباب فعلا. كان اخر معرض اعمله وسبت الموضوع خالص، وقررت اشوف بقى قصة جديدة واسيب الهواية دي خالص بعد ما انا رديت مرة واثنين وثلاثة واربعة، فاهم. وقررت اعتزل خالص واسيب الموضوع، وبالفعل ده حصل. بس اسلام كرم هيرجع تاني ولا ارجع فجأة بأمر الله. اسلام كرم بيت الزواحف. يلا بينا. اما دلوقتي فوصلنا لنقطة الصفر واللحظة الحاسمة، وجهز معايا اخويا هفرجكوا على فعاليات معرض وقت الزواحف الرابع، وما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك واللايك والشير والكومنت. لو حد حاول يقنعك تنزل بسقف حلمك عشان يكون مألوف وواقعي ارفض، لانك انت اللي شفت حلمك، انت البطل في فيلمك. ارمي توكالك على الخالق واخلص تلقاه يدلك. كتير حاجات اتوصفت بكلمة مستحيل لحد ظهور انسان نفذ ضرب مثل لكل جيل حصل. احلم حلم يكون شمس تنور حياتك، كل المخاوف والحدود اوهام مصدرها ذاتك. وافتكر دايما ان حدودك الوحيدة هي انت. راجع تاني على ارضي الاقصى صلي فيه فردي، جايه معاكوا بطيران انا زميلي جايه معاكوا ارضي. انا مش ماشي انا في مكاني على خط النار كل ليل ونار، ولو هموت في ايدي سلاحي حد ما يجي النسيم ورا ازاي نجيب احنا في صف العزيز. انا بالنسبه ليهم داس عليكم واتهريتهم ما بقاش يفهموا حاجه غير النفط، مش محتاج البالون دور هي عارفه انا مين، من غير بتوع السكر كانت ساعتها شوالين ما ترشين حديد، وده من قبل ما نشوفوا النت. قبضي يبقى بالدولار بندورش على الاثار، احنا جايين نسيب اثار. الاخر نور اوله شار، عزيمه صخر القلب صلب، في الشتيمة كله دار. كل مزيكتي بكبار كلامي ما تلاقيش عليه غبار، كل ده من جوه البحيطان تكرهنيش راح يكره الشيطان. خد عليا من قبل ما اجيب الاستيك، قارنيش الدهب بالبلاستيك. زي النهر عاد خفيف الالام يا ناس اسمها ايه دي هبكي توفان يا مش فاضي لك نام، بس حول جوه تراب يا هضحي بوقتي كله واقف جنب اللاب يا عمل زي زويل فيزياء عندي كيف، لو سالوني ليه الفنان عندي دير مش هقول لسات نجا قعدوا كير بابلو بكره بات مش هتلاقوا له دوبلير ما باونس باك ما تقوليش راب. انا الراب حارق ناس كتير كده راجع حيفاك موت كل الناس، مش محتاج لباك الشيطان وسواس، مش محتاج لاكت اوري للناس صاحبي احنا كلاب بس كلاب المجد غير كلاب البدر. بتبيف مع نفسك مفيش اضافه، بتبيف مع نفسك مفيش اضافه، بغني بس اللي انا عايش. انا مش رابر انا بيكاسو، انا مش رابر انا بيكاسو. دعتهم بالابتسامه وعلامه النصر، حدش بينقص حد تحتيها شد سطر، حاسس اني مجاهد عشان في جوا حرب، زحمه مش شايف النور اللي في اخر الممر. هفضل تلميذ دنيا ملهاش كبير، مت فيها كذا مره وده خلاني عايز اعيش. شفنا العز بعد الجبنه والمش، قمت بصيت في المرايه نفسها قالت لي قوم وفز. شافي كده المكتوب هنا نسمع المعك، هنا نسمع المعك الدور ده بجد. We start from the basement, let's تشوف الفعل، الناس تشوف الفعل، الناس تشوف الفعل. فوق ملي من الدوخة كل ده بدون كوكا، بيجي نثبت صنم فوق زميلي من الدوخة. كني في عالم سنسة حط ايموجي الخوخة، عايش جاية بريجي
انا الجاي اقول مره زميلي دي صحابي وبيتهزر زميلي دي الكوره وده الماتش زميلي دي اجازه ما تتعوضش معايا المكنه ما بتبطل ناس كتير بالهيله سايح انت مش عيله عوض ده مش درويله في منكم كتير بالشيله حاطين عليكم ده البعد قاعدين بنصنع المكس قاعدين نكسر في السعر فكر بس في الوقت لا ديدي مش مضطر اغني وانا لساني عوي جابن دوين مي وعمرها ما تأزمت احنا غنى من قبل ما نجي في المزيكا شلي تاخد بعض الوقت عشان تفهمها ما بتجيش من مرة قال لي جاتلك حظ عشان شاف شوز من برا الفكرة لا سيتي ولا رخيص ولا غالي اللي هروح بيه لسه انا بين السما والارض عايزين عيشة من نضيفة عايزة صاحب المضيفة كلميني الكلام هسوقها لكم باللسان اعمل جناية اعمل مصيبة هنتسبب في حريقة هنفتحوا البيبان زميلي بيسأل عن المبدأ وقت المادة بيروح فين شفناكوش ليه وقت الزنا وقت الجد كنتوا فين طلعوا قش طلعوا خيش طلعوا عملة دبل فيش طلعوا زي الأغلبية كلوا ما صانوش العيش ما صانوش العيش والملح ما صانوش كلكعين وما صافوش مفيش مسمار وهنروحوا الليلة مفيش انذار احنا هنغربلها كله اختار بس احنا هنقسمها انت صوت دي المشكلة دي المشكلة بين الطعم لو مش صعب مش بحل ده بيعمل مشكلة انا في الجبال بين الصخر تحت الضغط مستقل انا بطولي انت بتضغط باتل سولو منزلوش زي الكومي انت انا توني انا مش جوني شفنا دلوقتي ما يصدقش ايه الايام اللي ما كانش فيها اندومي شوفش وحش يا عيوني اثبات كتير على تليفوني معرفوش يجيبوني فجأة بالهم كام ازازة وقاموا عاجبوا فيها صوتي المهمة واروح بعديها البيت في دماغي موسيقى تحكي عن الواقع اللي فيه اتأذيت اغلب الناس دي عايزة تضيع وقتها احطهم على الويت العقل في الراس الصحاب في الظهر والفلوس في الجيب ليلية عيلية مين فيهم حسرية مين فيهم شدرية محدش فيهم شدرية ليلية عيلية بهد كل الدنيا شطان كتير وزرية شطان كتير وزرية كل ما ياخد فرصة تانية يحتاج لفرصة تانية شاب تايه في زحمة الشباب التايه دروس اتاخدت بس خارج الفصول فيد بإيه كاشات لو ما فيش اصول قالوا لي احذر العين انهم يكيدوه صحيت خلاص من النوم لقيتني فاني مو ما ينلنيش الكيف اكسر البروتوكول قلم وميكروفون دماغي فيها دول وتبص على المستوى تلاقي فيه نفسنا اوريجينال بس النسخ تلاقي فيه بالهبل شايل حد الشيله ما يبقاش قدها بابلو بينكو اختلف عشان كلامه ده فكره مش في العدد ربك واهم مدى الدنيا دي خلصانه ومش هتعيش للابد كل ما ياخد فرصه ثانيه يحتاج لاختها وارجع اسال دماغي كانت فين وقتها كانوا بيدعوا ما نقوموش بس النور مش هيشوفوه كان غدر وانفاق بشر مكانهم تحت نعل الحذاء دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك
وانا معك كشف رانديفو. زميلي قال انا معاك تعدي وسط النار انا بقى. بركنكم واحد واحد انا البالي، قلتلكم ساري انا مش ساديو ماني، بحرقكم عشان يدخل قلبي السرور، ولسه كلها كارهه اني كسر. شغلت اغنيتي قامت رقصة بالي، خدتها من ايدها قلت لها ده لا يجوز، تسمع كلامي ما بتسالش ده ليه، عارفه في عيد ميلادها اجيب لها الشان، بفليكس عليك وزميلي this is a must. سمك في الشبك انا مروح بيه، باخد بعضي لما تزيد، بتلفوا الدور زي الطواحين، لسه بلاير بس على مش كاسانوفا بس معايا، اديتهم روحي محدش طمار فيه، ما بتشبعش برضو الطمع. ينسى نفسه انا افكره، ليه زاولني انا اقدره، ليه قدرني انا اقدره، ليه كبرني انا اكبره، المسرح عمال بيتملي ملعبش دور انا في البشتري، ببيع كتير عشان بشتري، ما زال الغرب ومنه فاره قدري محدش هيقف. زميلي احنا صناع الموت، داخل فيهم زي التور، جبت الكاش وعايز موت. عايزين فيلا بالبسين، زميلي فك الانيميز، محدش فيهم جاب لي دين. لما ندقوا على الروس تعمل لي فيها البريد. طب كان فين الغل مني لما كنا قريبين، لما يحاول يقل مني يمشي مخسم سفاحين، لو ما عملتش معاك واجب تمشي مكسح، ما تمشيش ما تسيبنيش هنسلسلك ونربي. كل خطأ مفيش عمال تعمل ماضية مستقبل دفعني الثمن، انا مش ناسي مين انا، كل نفسه بيروح بشر سمك في الشبك، جيلي الجرح جيلي طرق جيلي شر جيلي عايش تحت الضغط، جيلي راسه مش في المجال، جيلي الجرح. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play نافع الشعبينا كار بنزملوا الرجال وبناكل بالحلال على سريري اللي بالاحزان مصابوا في معاناه، في راسي الكل بتاعي انا المال العام، بتمشى في الزمن محشي طاقة، وعندي امل عبقري ومثير للجدل، راسي رافعها للسما بتوديني وتجيبني دارة الغسالة، بتشتت وافكاري بتصارعني كالعادة، هنحل وهننفذ انا جوه الآلة، صاحبي الوحدة قتالة. احنا نقول كده كده عملنا فلوس كده كده، كوتشي شوز كده كده، شي فلاش نبوس كده كده، انتوا نقول كده كده عملتوا فلوس. ممكن اخد شوية من الكاريزما يا ابني اوف وايت مش تسلك، جاي مستقبل حاسس اني راكب تسلا، يسمع فينو وشفت غاب زي ميدو، سكار في سالتشينو انت عين زي ميدو. 3 2 1 كل شغل جنان ابتدى، مساعة الفن ومساعة الحاضنين، هنا مسافة انا بشطف فيك، طب باش اخده مني ضربات ضلتيش مجال ياخد انا على خط بارلي، فما تستناش مني اجيب ورا، مش خالصة معايا ولا بقعدة عرب، شوفني في الراب وشوفني في الطرب، الصوت مصيبة والركة مسطرة. مش بيحبوني عشان في ناس حباني، انسان زي دي بتعرف يسطا عشان عايزاني. انا مطرب لي محدش ركبني العادي، تلاتاتي سلامي برصصها، خلقي دقسيكا يا ابني برصها، البودرة بكيت احلام بقسطها، الفحة حواليها كبة خصمها يبانش القايمة، وانا اطرح كنت رباطها، بحنا في السيمة عشنا فضلها مسرح. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا